إلى أن نجد الإجابة حاولنا نجد حل عند ناس كتيرة، حاولنا مسكوهم بعضمة لسانه. طب ما تيجي نفتح الدفاتر، نفتح الدفاتر. والله إذا كان في ناس عايزة تفتح الدفاتر نفتح الدفاتر ونشوف الكابتن مدحت شلبي. بالنسبة لمحمود كهربا، كل اللي حضراتكم اتفرجتوا طبعا وشفتوا انه حط ايده على بقه ووجه يبدو كلام ما كان يجب ان يوجهه لاحد لاعبي المريخ السوداني. قال ايه محدش فينا يعرف لانه حط ايده على بقه، لكن واضح انه قال امر ما كان يجب ان هو يقوله. الدليل انه تدخل عمرو السولية وزقه بعيد هو ولاعب تاني من النادي الاهلي وبداوا يعاتبوه، فما عجبش كهربا، فيبدو ان هو اتكلم بطريقه غير مناسبه مع عمرو السولية، فعمرو السولية شوح له بايده بهذه الطريقه، حاول التاني يلمسه، سابه عمرو السولية ويلوح بايده. انا بس حكيت الواقعه دي ليه؟ عشان ما حدش يجي يقول لك ايه يا عم، يعني انت سبت الماتش كله لا، احنا بنتكلم يا جماعه في حاجات تفاصيل صغيره لكن بتحدث احيانا امور كبيره. لما النهارده كهربا عمل الحركه دي او الكلمه اللي قالها او العباره اللي وجهها للاعب السوداني الشقيق بعد ما جاب جون، يعني بعد ما كهربا جاب جون فرد ريشه شويه. لا، ما ينفعش يا كهربا، لانه هذه الامور لا تصح على الاطلاق. لازم تبقى لاعب ملتزم 100% مع فريقك ومع الفريق المنافس فيما يتعلق بالسلوكيات. انت كافح والعب بقوه واستميت على كل كوره وابذل كل ما لديك من قوه، هذا امر ما فيهوش جدال، ولكن ما تخرجش عن النص، لان خروجك عن النص بيوتر فرقتك، بيوتر زمايلك، ربما يعرضك لكارت ملون تخسر فرقتك. فهنا ده انا كان لازم اقول هذا الامر فيما يتعلق بكهربا، مش هزود عن كده، ولكن اذا اتكررت منك يا كهربا هنزود ونجيب الدفاتر القديمه كلها. وانت عارف انا جبت قبل كده في قناه اخرى الدفاتر القديمه وانت زعلت والكلام ده كله، فنرجو الالتزام يا كهربا. المره دي كده هتبقى اشاره صغيره ليك حتى تلتزم في المرات القادمه. لعلني اتفق في بعض الامور مع الكابتن مدحت، ولكني هقول له برضه ان انا مختلف معاه في ايه. الكابتن مدحت هو بيقول حط ايده على بوقه وقال كلام مش عارفين ايه هو، ولكن معظم الحاجات الكبيره بتبتدي بحاجات صغيره. انت اول واحد يا كابتن مدحت لازم يخلي بالك من الحكايه دي، لانك انت لما تتوقف على امر ما استغرقش 3-4 ثواني، كل الليله دي اللي بينه وبين السولية ودفعوا وما دفعوش وفي الاخر شوح له وقال له، كل ده كان ما فيش فيه انفعال، ما شفتش فيه انفعال وانا بشوف، وما استغرقش 4-5 ثواني كل الليله دي. فانت لما تتوقف عن ده وتبروزها، لا انت اللي بتعمل حدث كبير دلوقتي، انت بتنبه ان في كلام اتقال للمنافس ما كان ينبغي ان يقال. لا، ايش عرفك بيقول له ايه؟ ممكن تبقى كلام في الملعب هو بيقول له مش، او رد على حاجه حصلت في الملعب لما جاب الجون بيقول اديني جبت جون مثلا. فالكابتن سولية بحكمته حب يقول له ابعد على الشر وغني له. ادي الموقف. طب انت بروزتها وركزت عليه يا سيدي، النصيحه مقبوله، لكن يا كابتن مدحت هو احنا هنرجع كل مره نتسبب في فتق كبير جدا واحنا اعلاميين وبعدين ما نعرفش اللي مات زي ايام الجزائر؟ افتكر يا كابتن مدحت مين اللي السودان برضه مين اللي ابتدى، والسودان ايضا ومين اللي ركز عليها. لكن اللي ما عجبنيش خالص بقى اللي لازم اختلف معاه، انصح زي ما انت عايز، ولكن اذا كنت هتهدد لا ما تهددش، لان ما ينفعش تهدد لعيب. هذا الابتزاز وخصوصا استاذ ابراهيم، انا كلمت الناس في النادي الاهلي يا جماعه وفي ايه؟ ليه كده؟ واشعر ان الكابتن مدحت مضايقينه في حاجه. قال احنا كان عندنا قرار ما حدش يتكلم، فما حصلش ان بيترد على التليفونات، لكن اذا كان هذا هو السبب ده كلام يبقى غريب جدا. اذا كنت هتتوقف امام النادي الاهلي باستمرار بالطريقه دي، يعني خلينا يعني احنا شفنا لك حاجات وفوتناها كلنا، لكن النبي يا كابتن مدحت مش محتاجين لا التهديد ولا انك انت تضغط على حد، لان مش هيحصل غير سياسه النادي الاهلي، ولا نفتح دفاتر
انت حر بقى افتح، انا ما اعرفش انت عايز تفتح دفاتر ايه. طيب انا بس واقف عند جمله التربص الدائم بكهرباء، ومش من الكابتن مدحت شلبي، من كذا حد الحقيقه. كهرباء من اول ما انتقل للاهلي في ناس ماسكه له على الكلمه، في ناس منتظره له كل تصرف، ما حدش عايز يقبل له حاجه، كله متلهف وينتظر اللحظه اللي ينقض فيها على علاقه كهرباء بالنادي الاهلي. دي مساله موجوده في اكتر من برنامج ومن اكتر من زميل، والمفروض المساله انتهت. لانه لو هنتكلم على معيار سلوكي واحد، رفض ما حدث من كهرباء لو كنا احنا بنرفضه، ومتاكد ان احنا بنرفض اي توتر في الملعب يخرج اي لاعب عن تركيزه، فما شفناش ده مع تصرف من شيكابالا امبارح مثلا. لو هنتكلم على السلام العام في الملاعب، ولو هنتكلم على سلوكيات اللعيبه، ما شفناش حد خرج امبارح يدين اللي حصل من شيكابالا مع حسين السيد لاعب الاسماعيلي والاهلي السابق. ما حدش يتكلم خالص، ما حدش نطق. ده ليه؟ ده اشاد، يا ريته ما سكت. اشاد، قال لك لاعب خلوق ويعني ما بيغلطش لما قيل له ان، مع ان الصوره لو في صوره عندنا توضح يعني صحيح انه حط ايده ودفع كابتن حسين السيد. وبعدين احنا نفسنا مش كناش عايزين نتوقف امام هذا الامر، لكن وانت بتهدد هنا وتشيد هنا على خروقات واضحه ان هي اكثر وضوحا من الاخرى، هو ده المعيار اللي بيضايق يعني. أيوة. لو المعيار واحد ماشي هنلتمس ليك العذر. يعني انت راجل اعلامي مخضرم بترفض سلوك، عارف كويس لازم ترفضه، عارف كويس قوي الكلمه انت بتقصد بيها ايه. أيوة. مفيش كلام بيفلت كده، انت راجل مخضرم بتاريخك الكبير في الاعلام، عشان كده بنتوقف امام كلامك وبنناقشه. يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل بالتهديد هنا ونتعامل بالرفق هناك او العكس، هناك وهنا. صحيح. يعني دي اللي يمكن انت بس الدفاتر. لا، ما هو لو الدفاتر مش عايزين نفتح دفاتر، بلاش. لا مش والنبي يا جماعه ارجو الله نضطر، ولا عايزين نفتح دفاتر، ولا دورنا ان احنا نوتر الوسط الرياضي، ونرجو من الجميع ان يلتزم بهذا. خلينا برضو نلتزم بده، وخلينا ننشد العلاقه الطيبه مع الجميع، لانه نفترض حسن النوايا ونفترض انه الجميع يسعى الى علاقات محترمه في الملاعب. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كمان تانية هتتمسك من عظمة لسانها. كمان لنفس السبب اللي اتأجلت بيه مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مع الوداد المغربي، ورفض السلطات المغربية دخول بعثة كايزر تشيفز للمغرب لسبب يتعلق بسلالة مختلفة في فيروس كورونا تنتشر في جنوب أفريقيا. أيضا السلطات الجزائرية رفضت استقبال فريق صن داونز الجنوب أفريقي للجزائر عشان يواجه شباب بلوزداد، فتأجلت هذه المباراة في الجولة الثانية أيضا. وواضح أن كورونا هتهدد دوري الأبطال من بداية دور المجموعات فيما يتعلق بجنوب أفريقيا تحديدا.